اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم من أراد بنا شرا فأشغله في نفسه، ومن أراد بنا كيدا فزد كيده في نحره، ومن أراد بنا مكرا فأمكر به بقوتك يا رب. في هذه الساعة أسألك الراحة لكل من ضاقت عليه دنياه وظرفت عيناه. يا رب حقق لنا ما نتمنى عاجلا غير آجل يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. تقابل أحمد مع حسام صديقه الذي لم يقابله منذ انتهاء الدراسة، وكان حسام شاب وسيم ولكنه مستهتر، وكان كل ما يشغله اللعب بعقول البنات والضحك عليهم، وذلك باستغلال وسامته ولباقته، وإنه ميسور الحال بعض الشيء. وكان والده مسافرا دائما للعمل بالخارج، وتركه هو وأخته يعيشان معا بعد وفاة والدتهم. فتبادل أحمد وحسام الحديث معا وتذكير بعضهما بالذكريات. فقال حسام: إيه أخبارك؟ فقال أحمد: الحمد لله، إني تزوجت منذ فترة قليلة، بس الظروف صعبة شوية. فقال له حسام: أنت لسه زي ما أنت غشيم، في حد في الزمن ده يتجوز وتزود هم على همك؟ مالها الحرية؟ أنا عامل زي الفراشة، كل يوم على زهرة جديدة، ولا مسؤولية ولا غيره. دول يا ابني بيقولك زي الهم على القلب. فقال له أحمد: وانت لسه زي ما انت هتفضل طول عمرك مستهتر؟ يا ابني حرام عليك، بنات الناس حرام عليك، مش لعبة. رد عليه قال له: بنات الناس مين يا عم؟ أنا ما بضربش حد على إيده وما غصبتش حد على أي حاجة. قال له أحمد: إزاي بقى؟ ما انت بتستغل وسامتك ولبقتك عشان تخدع بيهم إنسانة كل أمنيتها في الحياة إنها تعثر على فتى أحلامها وتكمل معاه حياتها، وانت بتيجي بتخدعها وتقضي على كل أحلامها وأملها وتضحك عليها، وبعد كده بتسيبها تدور على وردة تانية تقطفها. فقال له حسام: سيبك يا عم من الكلام ده، المهم أنا عاوز أبقى أشوفك ونتقابل على طول. رد عليه أحمد: ماشي، أنا دايما بكون في وقت فراغي في نادي قريب من هنا مشترك فيه عن طريق عملي. فقال له حسام: خلاص، وأنا هبقى أشترك فيه ونبقى نتقابل هناك. رد عليه أحمد: إن شاء الله. ومرت الأيام، وكان أحمد مع زوجته في النادي، فتفاجأ حسام أمامه وبيقول له: عامل إيه؟ أديني يا عم اشتركت في النادي زي ما قلت لك. جلس حسام معهم وقال لأحمد: مش هتعرفني على المدام وتعرف المدام عليا؟ فقال أحمد لزوجته: أعرفك، ده حسام كان زميلي في الدراسة واتقابلنا مرة تانية من وقت قريب. فقالت زوجته: أهلا بيك. أهلا يا فندم. قال حسام: ذوقك حلو يا أحمد، أنت كده هتخليني أغير رأيي في الجواز. ظل حسام يمدح في زوجة أحمد، فقاطع أحمد كلامه: إيه يا عم، كفاية، أنت كده هتخلينا ما نعرفش نتكلم معاها. وقال: بعد إذنك يا حسام، إحنا ماشيين، نتقابل يوم تاني إن شاء الله. وأخذ أحمد زوجته وذهب. ولكن كان حسام طبعه غلاب، فقال: يا ابن الإيه يا أحمد، مراتك زي العسل، والله خسارة فيك. وفي يوم ذهب حسام إلى النادي، فوجد زوجة أحمد جالسة وحدها، فاتجه إليها وقال لها: أنا حسام زميل أحمد، فاكراني؟ فانحرجت زوجة أحمد وقالت: نعم أتذكرك، ولكن أحمد النهاردة عنده شغل ومش جاي. قالت له كده لعله يذهب، ولكن حسام كان رأيه غير ذلك، فجلس وقال: خلاص يا ستي، أنا وأحمد واحد، ما ينفعش أسيبك قاعدة لوحدك، حد يعكسك ولا حاجة. إزاي أحمد يسيبك كده؟ في حد يسيب الجمال ده كله يقعد لوحده في مكان كله شباب؟ ده أنا لو متجوز واحدة في جمالك كنت عمري ما سبتها لوحدها. وظل يغازل فيها، فتضايقت زوجة أحمد وأحست منه بسوء النية،
فقالت له: بعد إذنك عشان اتأخرت. فقال لها: يا ريت تتكرر الصدفة وأشوفك تاني، أنا سعيد قوي بمقابلتك. تركته وذهبت دون أن ترد عليه. وعندما عادت وعاد أحمد من عمله فقالت له: أنت إزاي تصاحب حد زي حسام ده؟ فقال لها: خير. قالت له: ما حصلش شيء، بس أنا عاوزاك تقطع علاقتك بيه. فلم يطيل أحمد معها الكلام، فقد فهم فليس هناك أحد يعرف طبع حسام أكثر منه، وقال لها: اللي انت عاوزاه. وبعد فترة اتقابل أحمد وحسام، فلم يقل أحمد لحسام أي شيء عن اللي قالته زوجته ليه، فكان يشغل أحمد موضوع آخر ولا يجد الحل إلا مع حسام. فقال أحمد لحسام: بقول لك إيه، أنا عاوز آخد رأيك في حاجة مهمة ومنكدة عليا، بس ده سر بيني وبينك. فقال حسام لأحمد: قول ومش هقول لحد. أحمد: أنا عارف واحدة على مراتي وغلطت معاها وضميري بيأنبني وأنا بحاول أخلص منها ومش عارف، وكانت دايما بتيجي ليا في الشقة في الفترة اللي كانت مراتي بتسافر فيها عند أهلها، وهي معاها مفتاح من وقت علاقتنا مع بعض، على أساس أول ما مراتي تسافر بتروح هي الشقة وتوضب القعدة وتستناني. فقال له حسام: يا ابني الإيه وعامل فيها غلبان. أيوة كده يا عم، محدش واخد منها حاجة، طب وانت عاوز أعمل لك إيه؟ فقال له أحمد: بقى أنا اللي هقول لك تعمل إيه؟ أنا زوجتي هتسافر بكرة بدري وهي هتيجي الشقة، فأنا عاوزك تروح انت الشقة بدالي، وبكلامك الحلو ولبقتك تعرفها إن أنا مش عايزة أشوفها تاني، ويا ريت لو بحدقتك كده تاخدها وتنزلوا من الشقة وانت حر بقى معاها. فقال له حسام: سيب الموضوع ده عليا، أنا لها. وفعلا اتفقوا على ذلك. وتاني يوم اتصل أحمد على حسام: بقول لك إيه، يلا روح دلوقتي على شقتي وزي ما اتفقنا. فقال له حسام: تمام. ونزل حسام وذهب إلى شقة أحمد. وعندما دخل حسام الشقة وجد أخته أمامه، فجن جنونه: انت ايه اللي جابك هنا؟ ولسه هتتكلم نزل فيها ضرب وكاد أن يقتلها. وهنا دخلت عليهم زوجة أحمد وقالت له: أختك ما عملتش حاجة، دي لعبة عملناها عليك أنا وأحمد علشان تعرف إن بنات الناس مش لعبة. وقالت زوجة أحمد لأخت حسام: سامحيني أنا اتعمدت إني أصاحبك، وخاصة إنك معرفتنيش من قبل كده ولا تعرفي الصداقة اللي بين جوزي وأخوكي. مرضتش أقولك إن أنا أعرف أخوكي كويس قوي وجوزي يعرفه كويس، عشان يكون سهل إن أنا أجيبك في بيتي حتى نعطي حسام درس لا ينساه، ويشعر بمدى مرارة طعم الخداع والخيانة. وأنا عارفة إن ملكيش أي ذنب في ده، ولكن كنا مضطرين نعمل كده عشان حسام يقف عن مضايقتي وعن الضحك على بنات الناس، ويتعلم إن بنات الناس مش لعبة. يا ريت نتعلم، صاحبي وصاحبك في الشارع، في القهوة، بره البيت، جوه البيت ده محرابك ومحراب زوجتك، محدش يطلع عليه. ويا ريت نتعلم إن بنات الناس مش لعبة. تحياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين.